فيلمنا بيبدأ في قرية صغيرة مع طفلة اسمها هايدي وبتبقى عايشة مع عمتها ديتي، وده لأن والدها ووالدتها متوفيين. بس ديتي بيجيلها شغل بعيد عن القرية وما بيكونش مسموح إنها تاخد هايدي معاها، ولأن ملهمش حد غير جدها فبتضطر ديتي إنها تروح له. وبيبقى عايش في مكان معزول عند قمة الجبل، وبيبقى سمعته وحشة جدا ومحدش من أهل القرية بيحبه، ومعروف عنه إنه قاسي جدا وعنيف، وحتى علاقته بابنه اللي مات ما كانتش كويسة. لكن ديتي بتضطر إنها تسيب هايدي عنده، بس هو ما بيبقاش مرحب بيهم وبيطردهم من مزرعته. لكن ديتي بتحطه قدام الأمر الواقع وبتسيب هايدي قدام البيت وبتقول لها ما تخافش لأن جدها عمره ما هيأذيها، وبتسيبها وتمشي. فبيتعصب الجد جدا وبيقول لهايدي تمشي ورا عمتها، بس هايدي بترد عليه بكل براءة وتقول له إن عمتها مش عايزاها. فبيتضايق الجد وبيسيب هايدي لوحدها وبيدخل لبيته وبيقفل الباب وراه. وبتفضل هايدي تنادي عليه لحد ما بتزهق، فبتقرر إنها تدخل تنام في الحظيرة مع الحيوانات. وفي تاني يوم بيدخل الجد الحظيرة وبيخلي هايدي تشرب لبن، وبعدها بياخدها الكاهن المدينة وهناك بيقوله يخلي أي حد يتبناها لأنه مش عايزها. فبيكشف الكاهن عليها وبيلاقيها جميلة وصحتها كويسة، فبيقوله إنه هيدور على حد من المزارعين ياخدها، لكن خلال الوقت ده لازم تفضل عايشة معاه. وبيقوله إن واجبه الديني إنه يراعي حفيدته الوحيدة. فبيضطر الجد إن ياخدها معاه تاني للبيت، وهناك بتسأله هايدي لو هتنام في الحظيرة تاني، فبيقول لها إنها ممكن تنام في أي مكان هي عايزاه. فبتدخل هايدي البيت بس ما بتلاقيش غير كرسي واحد وسرير، وبعدها بتلاقي سلم صغير فبتطلعه وبتلاقي الدور اللي فوق عبارة عن قش بس. فبتطلب من جدها تنام على القش وبيوافق. فبتفرح هايدي جدا وبتنزل تحضنه. وبعدها بيجي طفل اسمه بيتر واللي بيكون مسؤول عن رعاية الأغنام، فبيقوله الجد ياخدها معاه للجبال ويريحه منها. فبتروح هايدي معاه وهو بيرعى الأغنام، وبتبقى في أول يوم مبسوطة جدا وهي بتلعب مع الخرفان وبتشوف مشهد الجبال وبتكون فرحانة. وبيستغل بيتر إنها سرحانة وبيسرق الأكل من شنطتها وبياكله. وبترجع هايدي وما بتلاقيش أكلها، فبتسأله لو هو اللي أكله، بس هو بينكر وبيقول لها إن ممكن تبقى معزة هي اللي أكلته. وبعدها بيلاقي بيتر معزتين بيتخانقوا مع بعض فبيضربهم بالعصاية بتاعته، لكن هايدي بتمنعه وبتترجاه ما يعملش كده. فبيقول لها بيتر إنهم لما بيتخانقوا اللبن بتاعهم بيقل، فبتقوله إنها هتديله نص الأكل بتاعها كل يوم لو هو ما ضربهمش، وبتخليه يوعدها. فبيوافق بيتر وهو مبسوط جدا إن كل يوم هياكل أكلها. وبيبقى بيستمتعوا بوقتهم سوا كل يوم، وبيوريها بيتر نباتات وحيوانات أول مرة تشوفها، وبتبقى فرحانة بالحرية واللعب. وبيتر كمان مبسوط إن لقى حد يقضي معاه وقته. وفي يوم بتصارحه هايدي إن جدها هيوديها للكاهن علشان حد يتبناها. بيزعل بيتر جدا وبيبقى متضايق إنه هيرجع وحيد من تاني. وبتقرب هايدي من جدها أكتر، وبسبب براءتها بيبان إن الجد بدأ يحبها. وفي تاني يوم بتاخد هايدي حاجتها وبتقرر إنها تنام في الحظيرة، فبيسألها الجد لو بيتر حكالها حاجة عنه، بس ما بترضاش هايدي تجاوب. فبيقول لها الجد إن كل اللي بيتقال عنه إشاعات، وإنها في إيدها تقرر تصدق يا اللي بتسمعه يا اللي بتشوفه. فبتقتنع هايدي بكلامه وبتقرر إنها تبات في البيت وبتحضن جدها قبل ما تنام، وبتبدأ تتعلق بيه أكتر يوم بعد يوم. وبترجع هايدي في يوم من الجبل وبتلاقي جدها عمل كرسي زيادة في البيت، فبتسأله هايدي بكل براءة لو الكرسي ده علشانها، فبيقول لها الجد إن مفيش حد غيرها. فبتعرف هايدي إن الجد قرر إنها تفضل عايشة معاه وبتفرح جدا وبتنط تحضنه وتبوسه. وفي يوم بيقول لها بيتر إنه مش هيقدر يجي تاني غير في الربيع ده لأنه هيروح المدرسة. فبتطلب هايدي من جدها إنها كمان تروح المدرسة، لكن جدها ما بيوافقش بسبب بعد المسافة. وبيدخل فصل الشتاء وبتكون هايدي مش عارفة تستمتع بوقتها، فبيعمل لها جدها عربية تزلج وبيستمتعوا بوقتهم وهما بيتزحلقوا على الجليد. وبتبقى هايدي مبسوطة جدا وبيفاجئها إنه بيوصلها لبيت بيتر اللي أول ما بيشوفوا بعض بيحضنوا بعض وبيكونوا مبسوطين جدا. وبيبقى كل يوم جدها بيوديها لبيتر بعربية التزلج وبيرجع بيها وهو شايلها على ظهره، وده لأنها مش هتقدر تمشي على التلج. لحد ما في يوم بترجع ديتي من المدينة وبتبقى لقت مكان لهايدي، وبتروح للجد اللي بيتعصب عليها وبيقول لها تمشي، بس هي بتفضل مستنية هايدي بعيد عن البيت. وبتقابلها وهي راجعة وبتحضنها، وبتقول لها إنها لقت بيت كبير وجميل والناس اللي عايشين فيه عايزين بنت صغيرة تبقى صديقة لبنتهم. وبتقول لها إنها هتقدر تتعلم وهتعيش حياة أحسن، بس بتقول لها هايدي إنها مبسوطة هنا ومش عايزة تسيب جدها. فبتضحك عليها ديتي وبتقول لها إن جدها مش عايزها وموافق إنها تمشي. فبتزعل هايدي وبتصدق عمتها وبتقرر إنها تمشي معاها وعينيها كلها حزن. وبيركبوا القطر مع بعض، وبتقف هايدي في آخر عربية في القطر وهي بتبص على الجبال وبتودع بيت جدها لآخر مرة. وبيرجع بيتر لوحده البيت، وبيتفاجئ الجد لما مش بيلاقيها معاه وبيسأله عنها، فبيعرف إن عمتها أخدتها من وراه. وبيجري بسرعة في شوارع القرية زي المجنون وهو بيدور على هايدي، لكن أهل القرية أول ما بيشوفوه بيتريقوا عليه وبيتكلموا عليه بصوت عالي وبيتسألوا إزاي هايدي فضلت عايشة مع راجل زي ده. وبيعرف الجد إنه اتأخر وإن هايدي خلاص سافرت، وبيرجع البيت وهو حزين جدا وبيبقى مفتقدها. وبتوصل ديتي وهايدي للقصر اللي هتعيش فيه،
وبيقابلوا المربية اللي أول ما بتشوف شكل هايدي بتتخض جدا، وده لأنها بتكون لابسة لبس ولاد وقصة شعرها شبههم، وبتخرج تتكلم مع عمتها وهي متضايقة جدا وبتقول لها إن هايدي مش مناسبة ليهم، بس عمتها بتقول إن ده طلب صاحبة البيت وإنها عايزة نصيبها من الصفقة، وبتبقى باعت بنت أخوها مقابل الفلوس، وبتودع ديتي هايدي وبتخدعها وتقول لها إنها لو عايزة ترجع البيت أي وقت ممكن ترجع. وبتتعرف هايدي على كلارا واللي بتكون بنت صاحب البيت، وبيبقى والدها وجدتها طالبين طفلة تكون صديقتها وتعيش معاها، وده لأن كلارا طفلة قاعدة. وبعدها بيجي ميعاد الغدا وبتقعد المربية وكلارا وهايدي على السفرة، وبتقول المربية قواعد البيت لهايدي، وبيبقى ممنوع الجري أو النط أو الصوت العالي، وبتقول لها إن ما ينفعش تتكلم مع الخدام بصيغة حضرتك ولا تتعامل معاهم غير بأوامر. وبتزهق هايدي من كلام المربية الكتير لدرجة إنها بتنام، وفي تاني يوم بتصحى على ميعاد الفطار وما بتكونش عارفة تاكل بالمعلقة أو تستخدم أي أداة من أدوات السفرة، وبتبقى بتاكل بإيديها وبتشرب من الطبق، فبتزعق لها المربية وتقول لها تاكل بالمعلقة، وبتبقى كلارا بتحاول تعلمها إزاي تاكل بهدوء. وبعدها بيتمشوا مع بعض في القصر، وبتبقى هايدي بتزق الكرسي بتاع كلارا، وبيروحوا مع بعض لأوضة والدة كلارا، وبيكون فيها صورة لكلارا مع والدتها، وبتبقى في الصورة واقفة على رجليها، فبتسألها هايدي إزاي هي واقفة، فبتقول لها إن بعد وفاة مامتها جالها مرض خلاها ما تقدرش تتحرك وده بسبب حزنها، وبتقول لها إنها مفتقدة مامتها جدا وبتعيط، فبتطبطب عليها هايدي وهي متأثرة جدا. وبيجي ميعاد الدرس وبيطلب المدرس من هايدي إنها تقرا مقالة من كتاب، فبتقول له هايدي إنها ما بتعرفش تقرا، وبتقول له إن بيتر صديقها قال لها إن مفيش فايدة من التعليم وإنهم مش هيستفادوا حاجة، فبيتعصب المدرس جدا وبيشتكي للمربية وبيطلب منها تجيب مدرس غيره لهايدي، بس المربية بتزعق له وبتقول له إنه مش عارف يعلم بنت صغيرة شوية حروف، فبيضطر المدرس إنه يعلم هايدي علشان توصل لمستوى كلارا. وبتبقى هايدي بنت حرة متعودة على الجري والحياة في الجبل، وبتبقى كل ما تروح أوضة مختلفة في القصر بتحاول تفتح الشباك علشان تشوف الجبال وبيت جدها، لكن الشبابيك بتكون قوية جدا وما بتقدرش تحركها. وفي يوم بتطلب من رئيس الخدم إنه يفتح لها الشباك، وبيكون شخص طيب ومبسوط بمعاملتها ليه اللي بتكون بسيطة ومتواضعة، فبيفتح لها الشباك وبيجيب لها كرسي علشان تقف عليه، فبتبص من الشباك وما بتشوفش قدامها غير بيوت كتير، فبيقول لها إنها لازم تروح لمكان عالي علشان تقدر تستمتع بالمنظر، وبيشاور لها على كنيسة بعيدة، وبيقول لها إنها لو طلعت في آخر دور فيها هتقدر تشوف من هناك الجبل. فبتفرح هايدي جدا وبتقرر إنها تروح، وبتاخد كلارا وبتخرج بيها بره البيت، وبيقرروا يروحوا الكنيسة وبيتمشوا في أسواق المدينة وبيستمتعوا بوقتهم لحد ما بيوصلوا، وبتبقى لازم هايدي تسيب كلارا قدام الباب وده لأنها هتطلع السلم، فبتقول لها كلارا إنها هتستناها، وبتطلع هايدي لأعلى مكان في البرج ولكنها مش بتشوف الجبل، فبتفضل تنادي على جدها وهي حزينة جدا وبتبقى مفتقدة بيتها وجدها. وفي الوقت ده بتدخل المربية لأوضة كلارا وبتكون فاكراها نايمة، لكنها بتتفاجئ إنها مش موجودة، وبتخلي الخدم يدوروا عليها في القصر كله لكنهم ما بيلاقوهاش لحد ما بيخرج الخادم يدور عليها بره وبيلاقيهم عند الكنيسة، فبياخدهم ويرجع معاهم للبيت، وهناك بتزعق المربية لهايدي وبتحملها المسؤولية، وبتحاول كلارا إنها تدافع عنها لكن المربية بتقول لها ما تتدخلش في اللي ما يعنيهاش، وبتقرر إنها تحرم هايدي من الأكل وبتخليها تقف ووشها للحيطة كعقاب ليها. وبتتأثر هايدي جدا وبتقرر إنها تقلع فستانها وتلبس لبسها القديم وتاخد حاجتها وترجع لجدها، وبتشوفها المربية وهي بتودع كلارا وبتسألها هي رايحة فين، فبتقول لها هايدي بكل براءة إنها راجعة لجدها، لكن المربية بتقول لها إنها مش هتروح لأي مكان وبترمي شنطتها في الأرض، فبتقول لها هايدي إن عمتها قالت لها إنها ممكن ترجع البيت في أي وقت، فبتقول لها المربية إن عمتها كانت بتضحك عليها وإنها مش هتخرج من البيت ده أبدا. وبتشوف كلارا هايدي اللي بتكون مصممة إنها تمشي وتسيبها، فبتتأثر جدا وبتعيط، فبتتأثر هايدي كمان وبتقرر إنها ترجع علشان كلارا، لكن كلارا بتتعب جدا بسبب الحزن وبتحس إن كل اللي حواليها ما بيحبوهاش، وده لأن والدها بيكون مسافر طول الوقت وما بيقعدش معاها، وبتزورها هايدي في أوضتها وبتعتذر لها وبتقول لها إنها مش هتسيبها، فبتفرح كلارا وبتوعدها إنهم هيستمتعوا بوقتهم سوا. وأخيرا بيرجع والد كلارا وجدتها من السفر وبيكونوا طيبين جدا وبيرحبوا بهايدي، لكن المربية بتشتكي منها وبتقول إنها مش مناسبة لكلارا وإنها ما بتعرفش تقرا ولا حتى تنطق الحروف كويس، وإنها كانت متعودة تعيش في البرية مع الحيوانات ومش هينفع تعيش في مكان راقي زي ده، فبتقول لها الجدة إنها هتحكم عليها بنفسها. وبتدخل الجدة لهايدي قبل ما بتنام وبتحكي لها قصة عن رعاة الأغنام وحياة البرية اللي كانت هايدي عايشة فيها، وبتحكي لها نص القصة بس، فبتطلب منها هايدي تكملها، فبتقول لها الجدة إنها لو عرفت تقرا هتقدر تعرف بنفسها نهاية القصة، وبكده تكون حفزتها بشكل غير مباشر عشان تتعلم القراءة. وبتسهر هايدي وهي بتحاول تقرا الكلمات، وبتصحى الصبح وبتبقى منامتش طول الليل وهي بتحاول تكمل قراية لحد ما بتقدر تقرا كل الحروف والكلمات صح. وبتحضر الحصة مع كلارا وبينبهر بيها المدرس جدا وبيدعو كل الأسرة علشان تتفرج عليها، ولما بتخلص بيسقفوا لها ويشجعوها.
وبتعدي الأيام وبتضطر الجدة إنها ترجع بيتها، بس قبل ما تمشي بتقول لابنها إن هايدي جواها حزن كبير وده لأنها مفتقدة بيتها وجدها. لكن الأب بيبقى شايف إن كلارا سعيدة بوجودها فبيقرر يتغاضى عن حزن هايدي مقابل سعادة بنته. وفي ليلة بتسمع واحدة من الخادمات باب القصر وهو بيفتح لوحده فبتتخض جدا وبتنادي على المربية ورئيس الخدم وبيكونوا خايفين جدا. وفي تاني يوم بيحكوا لوالد كلارا على اللي حصل بالليل وما بيكونش الأب مصدق قصتهم وبيقول لهم إن الأشباح مش موجودة، لكنه بيطلب من الدكتور إن يسهر معاه علشان يتأكدوا فعلا من وجود الأشباح. وبالليل بيسمعوا فعلا صوت الباب وهو بيفتح وبيحضروا مسدساتهم وبينزلوا بهدوء علشان يبصوا على الباب. وفجأة بيلاقوا هايدي وبيعرف الطبيب إنها بتمشي وهي نايمة وبيستنى لحد ما بترجع لأوضتها وتنام على السرير وبيصحيها وبيسألها عن الحلم اللي كانت بتحلمه. فبتقوله هايدي إنها كانت بتحلم بجدها وبيعرف إنها مفتقدة بيتها وإنها بتعاني بسبب كده. فبيروح يتكلم مع والد كلارا وبيقوله إنها مريضة وبتعاني وبيقوله إن الموضوع هيزيد لو فضلت بعيد عن بيتها، لكنه بيفضل معترض إنها تمشي علشان بنته مبسوطة معاها، بس الطبيب بيحذره وبيسيبه يمشي. فبيفضل الأب طول الليل سهران وهو بيفكر في كلام والدته وكلام الطبيب، وفي الآخر ضميره بيفوق وبيقرر إنه يسيب هايدي ترجع للبيت. وبيقعد مع كلارا علشان يقول لها على حالة هايدي وإنها لازم ترجع بيتها. فبتتعصب كلارا جدا وبتكسر كل حاجة قدامها، وأول ما بتشوف هايدي بتزعق لها وبتقول لها ترجع لبيتها وجدها وما تجيش هنا تاني، وبتطلب من الخادمة إن ترجعها لأوضتها. وبيتكلم الأب مع هايدي وبيسمح لها ترجع لبيتها. فبتفرح هايدي جدا لكن بتفكر في كلارا وبتطلع علشان تودعها وبتفضل تخبط عليها لكن كلارا ما بترضاش تقابلها. وبتسافر هايدي مع رئيس الخدم اللي بيوصلها لحد قريتها، وبيفرح أهل القرية أول ما بيشوفوا هايدي وهي لابسة لبس جديد وشكلها جميل. وبتروح هايدي لبيتر وأول ما بتشوفه بتحضنه وبتجري بسرعة ناحية الجبال علشان تروح لجدها. وفي الطريق بتقلع الفستان اللي كان سجنها وبتحس بالحرية وهي بتجري وسط الأراضي الواسعة، وبتبقى بتنادي على جدها بعلو صوت وبيسمعها جدها وبيبقى مش مصدق نفسه من الفرحة وبيجري عليها وهو بيعيط وبيحضنوا بعض. وبتكمل هايدي حياتها زي ما كانت عايزة مع جدها وسط الجبال. وفي يوم بتكتب هايدي جواب لكلارا وبتطلب منها تزورها، وفي بيت كلارا بتبقى الجدة بتقرا جوابات هايدي. وبتبقى كلارا حزينة جدا وتعبت أكتر بعد ما هايدي مشيت من البيت، وبتقرر جدتها تاخدها لبيت هايدي. وهناك ما بتكونش هايدي مصدقة إن كلارا هتقعد معاها وبتحضنها وهي فرحانة جدا. وبتطلب جدة كلارا من الجد إن يخلي باله من كلارا وبتقوله إنها هتسيبها عنده كام يوم، وبيوافق الجد وبيبقى مسؤول إن يشيلها لأوضة هايدي في الدور العلوي وينزلها. وبتقضي كلارا وقتها مع هايدي وبيبقوا مبسوطين جدا وبيلعبوا سوا، لكن بيبقى بيتر متضايق وغيران جدا من كلارا اللي أخدت صاحبته الوحيدة منه. وفي يوم بيقرر إنه يدمر الكرسي المتحرك بتاع كلارا وبيرميه من فوق الجبل علشان يتكسر وبيهرب. وبيصحوا كلهم ومش بيلاقوا الكرسي وبيدوروا عليه في كل مكان، فبيعرف الجد إن بيتر هو اللي عمل كده. فبيقرر يشيل كلارا طول الطريق لحد ما بيوصل للمكان اللي بيتر بيرعى فيه الأغنام، وبيقوله إن عارف اللي هو عمله وبيطلب منه يخلي باله من البنتين وبيسيبه ويمشي. وبتشوف كلارا لأول مرة الجبال اللي كانت دايما هايدي بتتكلم عنها وبتفهم ليه هايدي كانت دايما مفتقدة بيتها. وبتروح هايدي علشان تجمع توت لكلارا وبتحس كلارا بوجود فراشة على رجليها، وبيبقى ده إحساس غريب لأنها مفروض فاقدة الإحساس برجليها. فبتجرب تحرك صوابعها وبتتفاجئ لما بتلاقيها بتتحرك وما بتكونش كلارا مصدقة، فبتسند على الصخرة اللي جنبها وبتقدر تقف. وبتشوفها هايدي من بعيد وبتفرح جدا وبتجري عليها بسرعة وبيروح بيتر معاها وبيسندوها علشان تمشي، وبيقضوا اليوم كله بيحاولوا يساعدوها تمشي لوحدها. وفي الوقت ده بيوصل والد كلارا بعد ما عرف إن جدتها جابتها للقرية، وبيوصل هناك وهو متعصب جدا وبيسأل على بنته وفجأة بيسمع صوتها من بعيد، فبيبص وراه بيلاقيها واقفة قدامه وبتمشي وما بيبقاش مصدق ولا هو ولا الجدة إن كلارا قدرت تمشي من تاني، وبيعيطوا من فرحتهم وبيحضنوها وبيشكروا هايدي على كل حاجة وبيودعوها. وبترجع كلارا تمارس حياتها الطبيعية بعد ما هايدي قدرت ترجع الفرحة لقلبها من تاني. وبتعيش هايدي مع جدها في القرية وبتروح المدرسة وبتقرر إنها لما تكبر هتبقى كاتبة قصص وبتكتب أول رواية وهي رواية حياتها. وبس كده، ما تنساش تعمل لايك واشتراك لو لسه مشتركتش وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. سلام عليكم.